مين فينا ما بيحبش كفتة الحاتي؟ طعمها خطير وريحتها اجمل، وكمان لما تعمليها في البيت بتبقى احلى واطعم من بره. عارفه عملتيها ازاي؟ ومكوناتها كلها مضمونه، مع شويه خضار مشويين بطعم الكفته. حاجه كده روعه. كفته لا كشت ولا فكت، وجوسي وطريه جدا وطعمها خطير، وبألف هنا وشفا. هجيب نص كيلو من اللحمه المفرومه، تكون نسبه الدهون فيها 20%. هضيف عليها 100 جرام ليا او 100 جرام بوش لو ما بتحبيش الليا. هجيب بصله متوسطه الحجم، هبشرها بالمبشره الناعمه بالشكل ده، حطيتها على مصفى، عصرتها جامد، نزلت ميتها. هاخد التفل واخلي الميه. ربع حزم من البقدونس، هضيف عليها معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البهارات السبعه. ما تكتريش في البهارات في الكفته عشان ما تضيعيش طعم اللحمه. معلقه صغيره من السكر، معلقه كبيره من البيكنج باودر بتخلي الكفته هشه ومش مكتومه. 3 معالق من الدقيق او النشا علشان تمتص اي سوائل موجوده في اللحمه، علشان الكفته ما تفكش معايا اثناء الشوي. هضرب المكونات بتاعتي كلها في الكبه علشان تتماسك معايا وما تفكش. لو حضرتك ما عندكيش كبه وعايزه تعملي كفته الحاتي، فحضرتك هتتعبي شويه في العجن، هتقعدي تعجنيها على الاقل مده ربع ساعه علشان المكونات كلها تمتزج مع بعض وتتماسك اللحمه وما تفكش معاكي وانت بتشويها. بقت معايا الكفته كده زي العجينه، انزلها ببوله. بعد ما فرمنا الكفته كده وبقت معايا شبه العجينه، علشان اخد نتيجه حلوه في التسويه، تطلع معايا الكفته هشه ومش مكتومه متماسكه على السيخ. لو شويناها على الفحم او لو شويناها في الصينيه، نريحها كده ربع ساعه في التلاجة. هصبع الكفته بميه البصل اللي خدناها من البصلايه اللي حطيناها في الكفته. هضيف عليها معلقه صغيره من الكاتشب او الصلصه، او معلقه صغيره من البابريكا المتوفر عندك حطيه. هضيف عليها رشه من السكر، رشه من الفلفل، معلقه صغيره من الزيت النباتي. هصبع الكفته بتاعتي على عيدان الشيش. جبت عيدان الشيش بالشكل ده، نقعتها في ميه من الحنفيه لمده ربع ساعه علشان ما تتحرقش معايا لما ادخلها الفرن. هبدا اصبع عليها الكفته كده. الكفته هبل ايدي من ميه البصل وابدا اصبع الكفته بالشكل ده كده. واخد من ميه البصل واصبع علشان تطلع الكفته معايا طريه، وبعدين اجزعها بالشكل ده. وهرصها على الصينيه كبدان الشيش ورصيتهم كده. هجيب تشكيله حلوه من الخضار، فلفل الوان متقطع كده شرايح طويله، وطماطم وبقى كبيره من زيت الزيتون. هجيب بقيه ميه البصل وهدهن بيها الكفته بالشكل ده. هدخل الصينيه على فرن حامي على درجه حراره 220 في الرف الوسطاني لمده تلت ساعه. الكفته ما تقعدش اكتر من كده علشان ما تنشفش. ده شكل الكفته وجمالها بعد ما خرجت من الفرن اهي، لا فكت ولا كشت ولا سقطت من على السيخ. حاجه كده في منتهى الجمال، وطريه جدا من جوه، وبألف هنا وشفا.